أوقات بنصحى الصبح ونفتكر إن اليوم ده يوم عادي، زي اللي قبله وزي اللي بعده، ولا في بالنا إن العادي أحياناً بيخبي جواه حاجة مختلفة. ناس كتير ماشية، كل واحد في سكته، كل واحد شايل حكاية مش باينة، مش مسموعة، لكن موجودة وبتقيلة. نمسك الموبايل، نقلب في حاجة مش عارفين إحنا بنقلب ليه، نسرح، نضيع وقت، بس في الحقيقة بنحاول نهرب من فكرة مش عايزين نفكر فيها. والوقت ماشي من غير ما يستأذن، ثواني، دقايق، وأيام بتعدي وإحنا واقفين في نفس المكان جوه نفس الدوامة. وفي لحظة هدوء مش واضحة ولا ملفتة، الدنيا كأنها بتسكت فجأة، والإحساس يبقى معلق، مستني حاجة تحصل. وسط الزحمة، وسط الناس، وسط الأصوات، في حد وقف، مش عشان تعب ولا عشان اتلخبط، لكن عشان حس إنه مش عايز يكمل كده. الثانية دي ما كانتش طويلة ولا درامية، بس كانت واضحة، ثانية بين إنك تمشي زي ما كنت أو تغير الاتجاه ولو خطوة. يمكن كانت خطوة، يمكن كلمة، يمكن حتى سكوت، حاجة بسيطة ناس كتير بتعديها وتقول مش وقتها وبتكمل. بس المرة دي، الثانية دي ما عدتش، اتمسكت واتاخد القرار، حتى لو القرار كان مجرد إنك تتحرك. وأول ما القرار طلع للنور، حاجة اتحركت، باب كان مقفول من زمان اتفتح، ودخل نور مكانه ما كانش موجود. الطريق لسه هو، نفس الأرض، نفس المشي، بس الإحساس اتغير، والخطوة بقت أهدى وأثبت. ناس بتعدي وناس بتقرب، كلمات بسيطة، نظرات، مواقف صغيرة بس مختلفة، كأن الدنيا بترد على القرار. المشي بقى من غير استعجال، والنفس بقى أوسع، مش لأن كل حاجة اتحلت، لكن لأن الاتجاه بقى أوضح. مش لازم تبقى شايف النهاية ولا ضامن النتيجة، كفاية إنك مش واقف ولا مستني حد يختار بدالك. بين قبل وبين بعد في فرق، مش في المكان ولا في الناس، لكن في الإحساس اللي جواك وانت ماشي. الهدوء ده مش ضعف ولا استسلام، ده راحة، راحة إنك سمعت صوتك بعد ما كان مستخبي. لما الصورة تبدأ توضح والزحمة تهدى، بتفهم إن القرار الصغير ده كان محتاج شجاعة كبيرة. والطريق لسه طويل ومش سهل، بس المرة دي انت ماشيه وانت راضي، مش مجرور ولا مجبور. في لحظة قبل ما تكمل بتقف، مش عشان تتراجع، لكن عشان تتأكد إنك مختار وإنت واعي. افتكر دايماً، الحياة مش بتتغير بالقرارات الكبيرة ولا بالضجيج، لكن بثانية قررت فيها ما تعديش وتكمل وإنت فاهم إنت رايح فين.